حبايب قلبي، أنا آسفة لأنه الفيديو كان طويل اللي فات، وأنا في تفاصيل بسيطة، هي مش بسيطة، هي مهمة جدًا، ما عرفت إني أكملها، فحبيت إني أعمل أرفق هذا الفيديو مع الفيديو اللي كان قبله، يعني أواصل المعلومة هاي لحتى تكون في بالكم. أنا لمّا سألته: "ليش أنت حابب إنك أنت تختارتني أنا بالذات، أنا شخصيًا حتى أقوم بهذه المهام؟" قال لي: "لإنِّك أنتِ بصراحة من الآخرير هيك، أنتِ طليقة شريكي، ثاني شي صرتِ منا وفينا، ثالث شي طليقِك كان معروف عنه إنه هو عنده طرق في النصب والاحتيال، وحتى اتمسك في قضايا واتحكم عليه في النصب والاحتيال، فإذا اتمسك معاه هالمبالغ ما يقولوا إنه هو رايح يودّيها على منظمات أو شي أو يورّطني معاه، يقولوا نصب عليَّ وأنا أقول أعمل عليه شكاية وأقول نصب عليَّ وخلاص وانتهت القصة، وما حدا حيسأل وراه. وثاني شي ما تنسي إني أنا رجل أعمال إماراتي، هو مذهبه مذهب شيعي، وطليقي مذهب سني، فبالطريقة هي لو هو يودّي المصاري أو يودّي هاي التمويلات لأي منظمة كانت معارضة، فبالطريقة هي مش مشكوك في أمره. طريقته الخاصة كبحريني، كونه بحريني يعني وابن البلد، في وصل الفلوس بطريقة أو بأخرى. وثاني شيء قال لي: "أنتِ معاكِ مصاري ومعاكِ فلوس، معاكِ شقة." يعني ما راح يشكّوا في أمرِك كتير، يعني مش وليدة نعمة، يعني أنتِ already عندِك فلوس وعندِك خميرة كويسة، فبالطريقة هي ما راح تجيبي الشبهات كتير ولا الشكوك. وكمان كونِك وكيلتي وكونِك أنتِ جنسيتِك مختلفة ومذهبك سُنّي، فطبيعي إنِّك أنتِ ترسلي لي الفلوس هي حتى خارج الدولة، خارج المملكة، تقولي لي في مشاريع حنعملها بعدين، مشاريع حنأسسها بعدين، وأنا راح أعمل لك وثايق تقول هالكلام، إنِّك أنتِ رح ترسلين هالفلوس لأي دولة خارج البحرين، وإحنا بعدها رح نعمل بيها في العلن، رح نعمل بيها مشاريع، ولكن في الخفاء رح تروح على بلدان تانية، ولكن حنلبّسها ثوب القانون، تمام؟ حتى ما يكون عليكِ أي مشكلة. وهذا اللي حبيت أو يعني ألفت انتباهكم ليه، وهذا كتير مهم حتى تعرفوا كيف ماشية الأمور طبعًا هناك في مملكة البحرين، وكيف هو ماشي أموره أصلًا، وكيف هو بيموّل. طبعًا هو وراه أنظمة ووراه دول يمكن تانية متبنيته مشان يعمل هذه المخططات، ومع الأسف إنه هو سخّرني أنا وعرف كيف يستغلني نظرًا لسني الصغير وكمان خوفي. حتى لمّا فكّرت إني أبلّغ المؤسسات القانونية هناك أو أبلّغ يعني الجهات المعنية، خُفت لإنه هو فهّمني إني أنا خلاص طالما أنا أخدت منّه الفلوس الرشوة وسلّمتها، وكمان أنا أخدت واستلمت فلوس كتير من عند أشخاص كثيرة، وراحت عند ناس كتير، فطبيعي إنِّك أنتِ خلاص رجلِك إجت في الموضوع، وما عاد فيكِ تنسحبي ولا إنِّك أنتِ يعني تراجعي. فبالطريقة هي طالما أنتِ عرفتِ، فأنا خُفت أساسًا، يعني قُلت يعني لو اشتكيت مشكلة، ولو حتى إني أنا ما اشتكيت وانسحبت، خُفت لا يعمل لي أي شي، بالذات لمّا عرفت إنه في مواضيع ثانية ليها أبعاد اغتيالات وأمور هيك في البحرين صارت، وعرفت إنه هو كان مموّلها أو هو عاطي الأمر فيها. فطبيعي إني أخاف على نفسي، أنا في النهاية وافدة، وفي النهاية أنا بنت صغيرة وما عندي حدا غير رب العالمين، فطبيعي إني أخاف على نفسي. فهذا الشي اللي خلّاني أتراجع إني ما أبلّغ عنّه أو أوصّل أو أصعّد الموضوع أكثر. فبس اكتفيت إني أتحجج وإني أتهرّب منّه فقط لا أكثر. طبعًا هذا زيادة على الفيديو اللي فات، مثل ما فهّمتكم في البداية، وحابة إني أقول لكم إني إن شاء الله في الفيديو اللي بعده راح أحكي لكم على الأمور الثانية منها الاغتيالات ومنها تغسيل الأموال، وراح نفسّرها أكثر ونعطيكم أكثر تفاصيل. شكرًا لكم مرة ثانية، السلام عليكم.